حكايتنا بتبتدي مع مجموعة عمال وهم بيقطعوا التلج وبيغنوا مع بعض بكل حب، واللي بيكون معاهم طفل اسمه كريستوف. وعلى الجانب الآخر بنشوف بنت اسمها آنا، وبتكون بتصحي أختها إلسا عشان عاوزاها تلعب معاها لحد ما إلسا بتوافق، ووقتها بتقول تعويذة وبتعمل كرة تلج. وبنعرف من هنا إن إلسا بتعرف تتحكم في الجليد لدرجة إنها بتقدر تحول البيت كله لتلج عشان تلعب هي وأختها آنا. ووقت ما آنا بتنط من على التلج، إلسا بالغلط بترمي عليها كرة تلج، فبتفقد آنا وعيها. وساعتها إلسا بتفضل تنادي على أبوها وأمها عشان يجوا يلحقوا أختها آنا، لكن أبوها بيلاحظ إن درجة حرارة آنا منخفضة، فبيقول لمراته إنه عارف حد يساعدهم. وبيطلعوا عند الأقزام من غير ما يكونوا عارفين إن الطفل كريستوف مراقبهم. وقتها قائد الأقزام بيطمنهم على بنتهم، وبيمسح كل ذكريات آنا المتعلقة بسحر أختها عشان ما تتأثرش لما تعرف اللي حصل. وبنعرف إن إلسا مش هتستخدم قوتها تاني إلا بعد لما تتعلم إزاي تقدر تسيطر على القوة دي. وبنعرف كمان إن والدها يبقى ملك المدينة. وبتمر الأيام وبنعرف إن إلسا حابسة نفسها في أوضتها عشان خايفة تأذي أي حد بالغلط، لدرجة إن أختها آنا بتزهق جدا لما بتلعب لوحدها. وبعدها بنشوف أهل إلسا وهما بيودعوها هي وأختها عشان مسافرين لمدة أسبوعين، لكن للأسف السفينة بتغرق بيهم. وإلسا لما بتعرف بتدخل في مرحلة اكتئاب، وبتفضل حابسة نفسها في أوضتها كالعادة ومش بترد على أختها آنا. وبعد 3 سنين بنعرف إن إلسا وصلت لسن التتويج وهتبقى بكده الملكة. وبنلاحظ إن أختها آنا فرحانة جدا عشان هتخرج من القصر المحبوسة فيه بقالها فترة. ووقت ما الأميرة آنا ماشية مع نفسها بتقابل الأمير هانز، وبيقول لها إنه جاي من الجزيرة الشرقية، وبيفضل يتكلم معاها شوية لحد ما بتسمع صوت الجرس، فبتستأذن منه عشان تلحق تحضر التتويج. وفي نفس الوقت بنشوف إلسا وهي خايفة تخلع الجوانتي لحد ما بتقدر تسيطر على نفسها، وبتمسك الصولجان لكنها بترجعه بسرعة قبل ما يتجمد في إيديها. وبعدها بنشوف آنا لما وصلت لأختها، ووقتها بتفرح قوي لما بتلاقي إلسا بتضحك معاها، وآنا بتسألها لو يبقوا دايما صحاب. إلسا بتقول لها إنها مش هتقدر تعمل كده، فبتمشي آنا وبتكون زعلانة. وبيشوفها وقتها الأمير هانز وبياخدها علشان يعرفها عليه أكتر. وبنعرف إن الأمير هانز عنده 12 أخ، لكن علاقتهم ببعض مش كويسة. وآنا هنا بتحكيله عن أختها إلسا وعلاقتهم ببعض لحد ما إلسا اتغيرت معاها، وساعتها هانز بياخدها علشان يرقصوا سوا وبيتقدم لها كمان، وهي بتوافق على طول. وبنشوف آنا وهانز وهم رايحين يعرضوا أمر زواجهم على إلسا عشان ياخدوا مباركتها، لكن إلسا بترفض وبتفهم أختها إنها متسرعة وإنها لازم تفكر الأول. وآنا بتتضايق جدا وبتشد الجوانتي من أختها إلسا عشان تعرف سبب معاملتها اللي اتغيرت معاها، لكن إلسا بتمشي وبتقولها مش تيجي وراها، وبتعمل حاجز تلج بينهم بالغلط. وساعتها كل الناس الموجودين بيتصدموا بما فيهم الدوك ويلز، وبيقول للناس إنها الساحرة الشريرة وإنهم لازم يمسكوها. فبتجري إلسا منهم وبتقول لهم محدش يقرب منها عشان خايفة تأذي أي حد بالغلط. وفي نفس الوقت أنا بتقول للدوك ويلز إن أختها إلسا مش ساحرة شريرة ولا وحش زي ما هو بيقول للناس، وبتطلب ساعتها من الأمير هانز إنه يمسك المملكة مكانها لغاية ما تروح تدور على أختها إلسا، لأن آنا بتكون السبب في كل اللي حصل لها. وبعد ما بتمشي آنا بالحصان بتقع من عليه في وسط التلج، فبتضطر وقتها إنها تكمل الطريق مشي. وبعدها بتشوف قدامها مطعم، فبتقرر إنها تشتري بوت جديد. وبنشوف كريستوفو وهو داخل المطعم بعد ما كبر، وبيكون متبهدل جدا وكله تلج. وبتسمعه آنا وهو بيحكي عن التغيرات اللي حصلت في جبل الشمال، فبتطلب منه آنا إنه ياخدها معاه علشان عاوزة تشوف أختها. وبتفضل تترجاه كتير لحد ما كريستوف بيوافق. وهي ماشية مع كريستوف بتحكيله عن هانز، فبيستغرب إنها حبت هانز من أول مرة، وبيفهمها إنها المفروض كانت تسمع كلام أختها لأنها أكيد بتخاف عليها. وبرغم كده أنا بتفهمه إنها بتحب هانز، وبتطلب منه إنه يركز على الطريق، لكنه بيقف مرة واحدة، فبتسأله هو وقف ليه،
لكن كريستوف بيطلب منها إنها توطي صوتها. وفجأة بيظهر الذئاب وبتهجم عليهم مرة واحدة، لكنهم بيهربوا منها. وآنا بتكون شجاعة وبتقدر تنقذ كريستوف. وهم ماشيين بيلاحظوا إن أغلب مية المدينة اتلجت، وبنعرف إن كل حاجة هترجع لطبيعتها لما إلسا ترجع تاني. وشوية بيوصلوا المكان كله زينة وجميل قوي، وبيسمعوا ساعتها صوت واحد، فبيحاولوا إنهم يحددوا مكانه فين لحد ما بيلاقوا راجل تلج بيتكلم معاهم. وبتعرف آنا منه إن إلسا هي اللي صنعته، وآنا بتطلب منه إنه ياخدها على مكان إلسا، فبيوافق راجل التلج. وفي نفس الوقت بنشوف هانز وهو بيوزع بطاطين على الناس الغلابة بسبب برودة الجو عندهم. وفجأة حصان آنا بيرجع مرة واحدة وبيكون خايف قوي، لحد ما هانز بيهديه وبيطلب ياخد كام واحد معاه علشان يدوروا على آنا وأختها إلسا. وبنشوف آنا وكريستوف وهم واقفين قدام قصر من التلج، وبتكون إلسا هي اللي صنعته، وبيحاولوا إنهم يدخلوا قصر التلج ده، لكنهم ما بيكونوش قادرين وتعبانين خالص، لحد ما رجل التلج بيوريهم السلم. وأول ما الباب بيتفتح بتطلب آنا من كريستوف إنه يستناها بره عشان ما يحصلش مشاكل زي ما حصل مع هانز. وبتدخل آنا تنادي على أختها إلسا لحد ما بتنزل لها، وآنا بتطلب منها ترجع البلدة تاني علشان تحكمها. فإلسا بترفض كلامها وبتطلب منها إنها تمشي من هنا علشان خايفة إنها تأذيها من غير قصد. وساعتها آنا بتمشي وراها على أمل إنها ترجع معاها، لكن إلسا بتتضايق جدا لدرجة إنها بتضربها بالغلط بالتلج. فكريستوف بيتدخل علشان يحميها، ووقتها إلسا بتتضايق وبتقول لهم يطلعوا من هنا، لكنهم بيرفضوا. وساعتها إلسا بتصنع وحش من التلج، فأنا بتتضايق جدا وبتفضل تضرب في الوحش التلج ده، فبيطلع الوحش يجري وراهم لحد ما بيوصلوا لنهاية الطريق. ووقتها كريستوف بيتصرف وبيتعلقوا بالحبل اللي معاه، لكن بعدها الوحش بيعرف يمسك الحبل، بس آنا بتقدر تقطع الحبل بتاعها وكريستوف بيحصلها. وفجأة خصيلات من شعر آنا لونها بيتغير للون الأبيض من غير ما آنا تعرف إيه السبب. وكريستوف في وقتها بيقول لها إنه عارف ناس يقدروا يساعدوها ويعالجوها، وبيتمشوا الاتنين سوا. وفي طريقهم كريستوف بيقول لها نبذة عن صحابه عشان ما تخافش منهم، وبيعرفها إنهم مش بشر شبههم لكنهم كائنات لطيفة جدا. وشوية وبنشوفهم بعد ما وصلوا للأقزام اللي بيكونوا عالجوا آنا قبل كده ساعة ما كانت صغيرة، لكنها ما بتكونش فاكرة أي حاجة. والأقزام بيرحبوا بيها على أساس إن آنا بتكون خطيبة كريستوف، لكن كريستوف بيحاول يفهمهم إنه مفيش ما بينهم أي حاجة، لكنهم مش بيصدقوه. فبتقول لهم آنا إن هي أصلا مخطوبة، فبيتصدموا الأقزام وبتتعب آنا مرة واحدة. وبيجي قائد الأقزام وبيقول لآنا إن قلبها اتضرر من التلج، وبنعرف إن جسم آنا هيتجمد لو ما فكوش اللعنة اللي عليه، وبنعرف إن اللعنة مش هتتفك غير لما تقرب من حد بتحبه. وساعتها كريستوف بيقرر إنه يوصلها لهانز. وعلى الجانب الآخر بنشوف هانز واللي معاه وبيكونوا واقفين قدام القصر اللي صنعته إلسا. وفجأة الوحش التلج بيطلع لهم وبيهاجمهم، واتنين من رجالة الدوكويلز بيطلعوا بسرعة عشان يخلصوا عليها ويموتوها، لكن إلسا بتقدر تتعامل معاهم بكل مهارة لحد ما هانز بيحاول إنه يهديها. وبعدها إلسا بتسيبهم، لكن في واحد بيحاول إنه يخلص عليها، لكن هانز بيتدخل وبيتصرف. وبعدها إلسا بتفقد وعيها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها محبوسة في أوضة وبتكون مربوطة بسلاسل، ووقتها ما بتكونش عارفة تستخدم قوتها الخارقة، وده بسبب الحديد اللي محطوط في إيديها. وبعد كده بنشوف هانز وهو بيقول لها إنه هيحاول يتكلم مع الناس عشان يخرجوها من هنا، بس بشرط إنها ترجع الطقس زي ما كان، لكنها بترد عليه وبتقوله إنها مش قادرة تتحكم في قوتها دي. ووقتها بنشوف كريستوف وهو بيوصل الأميرة آنا لحد القصر، فبياخدوا الأميرة آنا منه من غير ما يدخلوه معاها. وبتروح آنا لهانز وبتقوله إن محتاجاه يقرب منها عشان تفك اللعنة اللي عليها. ولما الدك والخدم بيطلعوا بره بيظهر هانز على حقيقته وبيفهمها إنه عاوزها تموت ويخلص منها عشان يقدر يمسك مكانها المملكة.
وبيقفل على آنا الباب وبيعرف كل اللي بره إنها ماتت بسبب أختها إلسا وإنهم لازم يعدموا إلسا. وفي اليوم اللي بعده بنشوف إلسا وهي بتحاول تجمد المكان اللي هي فيه لحد ما بتقدر تخرج من هناك في آخر لحظة. وعلى الجانب الآخر بنشوف كريستوف وهو ماشي حزين، وفجأة القايل اللي معاه بيطلب منه إنه يبص وراه، فبيشوف كريستوف العاصفة التلجية اللي بتحصل عند القصر، فبيرجع بسرعة جدا. ووقت ما آنا بتكون نايمة ورا الباب، رجل التلج بيدخل جوه الأوضة وبيولع لها النار علشان يدفيها، ولما بيسألها على هانز بتقوله إنها اختارت الراجل الغلط، وبتكتشف وقتها إنها بتحب كريستو. وراجل التلج بيشوف كريستوف وهو جاي ناحية القصر، فبيحاولوا إنهم يخرجوا من القصر لكن بيلاقوا تلج حواليهم، فساعتها بيخرجوا من الشباك. ووقتها هانز بيقابل الملكة إلسا وبيقول لها إن أختها ماتت بسببها، فبتتصدم إلسا وبتقع على الأرض، والعاصفة وقتها بتقف وبتشوف الأميرة آنا هانز وهو رايح يقتل أختها، فبتجري على إلسا تنقذها وتحميها، وساعتها بتتجمد مكانها. وساعتها إلسا بتتصدم لما بتشوف أختها كده، لدرجة إنها بتحضنها وبتفضل تعيط وبتفضل تقول إنها السبب في كل اللي حصل. وفجأة التلج اللي على آنا بيفك وبترجع زي ما كانت، وراجل التلج بيقول لهم إن جرعة الحب اللي ما بينهم هي اللي رجعتها زي ما كانت. فإلسا بترد عليه وبتقوله إن الحب بيحل كل المشاكل، وبترجع إلسا المناخ الطبيعي للبلدة. وشوية بنشوف هانز وهو رايح يعتذر من آنا لكنها بتضربه بالقلم وبتحبسه. وساعتها بنشوف الدوك ويلز وهو بيطرد من المدينة بعد ما الملكة إلسا اكتشفت مخططه الشرير. وفي النهاية بنشوف آنا وهي بتسلم كريستوف عربية جديدة بدل اللي اتدمرت قبل كده وقت ما كان بيدور معاها على أختها. ساعتها بيفرح كريستوف جدا. وبعدها بنشوف الملكة إلسا وهي عاملة حفلة للأهالي كلهم بمناسبة رجوعها للقصر مرة تانية، وبنلاحظ وقتها إن العلاقة بينها وبين أختها اتحسنت جدا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ومتابعة كل جديد.